كشفت مواقع إعلامية مصرية أن المسؤولين القطريين يعتمدون على المغاربة لتعويض الأطر من الجنسيات المختلفة تستعد للمغادرة بعد تفاقم الأزمة بين قطر والدول الخليجية والعربية بزعامة السعودية ومصر. وأضافت ذات المصادر أن المسؤولين القطريين أبرموا اتفاقات سابقة مع المملكة المغربية تخص توظيف اليد العاملة، حيث يستقر المئات من المغاربة في إمارات قطر منذ سنوات ويشتغلون في مهن التربية والتعليم والإدارة وكذا مديري مقاولات صناعية. ويأتي التداول في اليد العاملة الأجنبية المتواجدة في قطر بعد تداول أخبار حول مغادرة المصريين الذين يشتغلون بالآلاف في قطر لمناصبهم، وهو ما سيؤثر على اقتصاد الإمارة الغنية التي دخلت في أزمة حادة مع جيرانها الخليجيين.